مساء الفل يا هدى. اهلا يا ربا، عامله ايه؟ الحمد نورة لله الكنبه. حبيبتي. النهارده مش انا وانسي لوحدينا في الحلقه، النهارده انا وانسي وخطفت الرجاله. مالها؟ خطفت الراجل. خطفته ازاي؟ ده مخطوف ذهنيا دوت ولا ايه؟ لا هي حقيقي البنت، يعني انت لما تفكري فيها احنا دايما في مجتمعنا رجاله كتير بتتجوز على ستاتها وبيوت كتير بتتخرب بسبب الست خطفت الرجال اللي طيب بتخطف ايه رايك تقولي لي يعني ايه مخطوف؟ مخطوف. ايه تعريف الخطف يعني؟ مخطوف. ان واحد مخطوف. شخص ذهب رغم ارادته، بالظبط، غصب عنه، بالغصب. شكرا، غصب عنه، مش عاجبه الوضع اللي هو فيه وبيقول الناس انقذوني. صحيح. انا مخطوف. مظبوط. هل هذا ينطبق على اللي اتجوز على مراته؟ لا قولي انت، انا ماليش دعوه. قولي انت، انا ما بقولش. هي حاسه خطفت الرجاله دي اخت خطفت الجاموسه من الغيط. طب يعني لشخص فقد الاهليه رحت خدته كده هوت وضحكت عليه زي ما بنخطف العيال الصغيرين. عيل صغير جبت له مصاصه وقلت له تعالى حبيبي مع طنط هوديك اللعبه هناك. من هذا؟ احنا بنتكلم على مين؟ على راجل اخد قرار ان هو يعرف واحده وشافها وخرج معاها وارتاح لها وحبها فقرر يرتبط بيها وراح يتجوزها. مخطوف؟ لا. مستني ننقذه؟ يعني انا بحاول افكر في الموضوع، انت وديتيني في حته تانية. اصل طول عمرنا بنقول عليه خطفت الرجال. طب ليه دايما بنلقي اللوم على الراجل مش على الست؟ على الست مش على الراجل، اسفه. وانا بقول اللي جوايا تقريبا. بدل ما يعني اقول الكلام بقول الحقيقه. انا بدات اتهته، مش عارفه ليه الموضوع موتر قوي. اكيد كل حد ليه اسبابه وكل بيت ليه ظروفه وليه دوت بيحصل علشان القصص مختلفه ومحتاجين نخرج تماما بره التعميم. بس يمكن انا عايزه افضل لحد اخر لحظه ابقى شايفه جوزي في عينيا حد كويس، واحسن لي ان هو يبقى يضحك عليه بدل ما هو اللي يبقى يضحك عليا. يعني انا ببرر لنفسي بتقصدي؟ علشان ارتاح، علشان كده وجعها. طيب ما لو الست دي ما كانتش قربت من في واحده وحشه برانا هي اللي عملت فينا كده، احنا أيوة. مع بعضينا حلوين. طب ما انا بكلمك بنفس المنطق، الست دي ما كانتش قربت من جوزي ما كانش سابني واتجوز عليا. طب هي واحده؟ اسئله محرجه بتاعتك قوي. ايوه هو اتجوز واحده. ماشي، بس ممكن اي واحده تانية غيرها تقرب، ما هو جاهز للخطف. ما انا مش عارفه اقول ايه بقى بصراحه. بصي هقول لك على حاجه، هي المشكله هنا في مجتمعنا العربي مش المصري بس، ان دايما الراجل بنشوف ان هو ما بيغلطش. وهقول لك على حاجه حصلت قريب، ليا واحده صديقه يعني كانت بتتعالج عند معالج نفسي وجوازها عدى 7 أو 8 أو 9 سنين حاجه كده، وراحت للدكتور بيقول العلاقه بقى فيها فتور وهي خايفه ان يحصل اي مشاكل تتطلق كذا، ان هي بتحبه والعلاقه قائمه يعني. فالراجل رد عليها رد غريب جدا، وعلى فكره الرد ده بيؤخذ ده رد علمي، يعني الناس كلها موجود في كتب. يعني قال لها الرجل صياد ماهر ومقاتل شرس. تمام، طول ما انت قاعده له في القفص هو مش محتاج يعمل مجهود عشان يدور عليكي، ما انت موجوده.